لما اجي اعلف هنزل العلف، العجول كلها لازم تبقى عارفه ميعاد العلف. يعني ايه؟ يعني انت تثبت مواعيد التغذيه عندك، انت خلاص الكميه اتفقنا عليها ان هي 3% من وزن الحيوان. طب ادي الحيوان يا دكتور ال 3% دول كم مره؟ يعني اغذي كم مره في اليوم؟ اهم حاجه ما تغذيش مره واحده، دي اهم حاجه. يعني يبقى عندك اكتر من علفه، يعني يبقى علفتين ثلاثه، وكل ما كان عدد العلفات او عدد الوجبات بتاعتك اكتر من من اثنين هيكون افضل، لان انت كده ما بتضغطش على الكرش وبتدي كفاءه للهضم اكتر. تمام؟ يبقى انا كده حددنا مواعيد العلف، لان العجل او الحيوانات زي ما القاعده عندنا بتقول ان الحيوان عبد العاده، لازم انت تعود العجول على ميعاد للتغذيه، ميعاد ثابت. وبرضه لم العلف من الطواله، لو العجول عندك بتسيب في الطواله علف، لازم برضه تحدد ميعاد للم العلف. وهنا هتيجي نقطه مهمه جدا، ان انت لما تيجي تلم العلف لازم انت تشوف العلف المتبقي عندك في الطواله نسبته قد ايه، يعني هتوزنه وتبقى عارف هو عباره عن ايه، لازم توصفه عشان تعرف العجل حصل فيه عندك تفضيل او عزوله عندك في الطواله، العجول كلت ايه وسابت ايه. لما تعرف هتعرف المشكله فين، وتبدا ان انت تتلافاها. وان شاء الله نتكلم في فيديو كامل عن خلط العلف وتقديم العلف او الوجبات للحيوانات، هنفرد لها فيديو ان شاء الله نشرحها بالتفصيل فيما يسمى بعلاقه التي ام ار اللي هي توتال ميكسد راشن. وطبعا ده افضل نظام للتغذيه في في الحيوانات او في الانتاج الحيواني عامه، سواء بقى كان انتاج لبن او انتاج لحم، هنتكلم عنه بالتفصيل.